السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد النهارده عبارة عن هعمل لكم تصميم للبيت الجديد بتاع كوكا. انا لسه مصممتوش لحد دلوقتي، فانا هصممه معاكم دلوقتي. بس قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك وشير، اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. و متنسوش تعملوا كومنت عشان اعرف رايكم في التصميم، وتعملوا لايك عشان اتشجع اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. وبس يلا نبدا. وأننا وصلنا دلوقتي هعمل البيت. وهو ده البيت اللي انا هصممه. بيت شكله حلو جدا وجميل جدا بجد، والتحديث اصلا نفسه جميل جدا. يعني انا حبيت اوي البيت دوت، حبيت اوي التحديث ده. انتوا ايه رايكم؟ حبيتوه ولا لا؟ ما اظنش ان في حد ما حبهوش لانه جميل جدا. كمان اللي عجبني فيه في التحديث دوت انه كل حاجه باللون البنفسجي، وانا بعشق اللون البنفسجي بجد، لون جميل جدا. وأنينا دخلنا وهو دوت البيت بصراحة كبير جدا، فحلو قوي. انا بحب البيوت الكبيرة. اول ما شفت البيت فكرته دورين مش عارفة ليه، اول مرة خالص. فهنبدأ نصمم اي جزء. نبدأ من هنا. ممكن نعمل ايه؟ طبعا لسه هفكر لانه انا معنديش اي فكرة، بس هنعمل حاجة كويسة ان شاء الله. بجد الوان الحيطان ديت تحفة تحفة تحفة، ما عدا دوت ما عجبنيش بصراحة اوي، اللي هو المربعات الموف ديت ما حبيتهاش اوي، ما اعرفش ليه، بس حلو كل حاجة حلوة. اوكي، حط ده هنا، حط ده هنا، تمام. و نسيب اللون دوت ولا نغيره؟ نسيبه. ونعمل الأرضية، نخليها هيك كده. لا ده صح كده حلو. كده شغال. لا مش دي تمام. وهنا تمام. هنا هنعمل اوضة النوم في الجزء العالي ده. نشيل بس ده، تمام. هنا هنحط دولاب. فكر احط الدولاب ده هو ده، عشان بصراحة شايفة ان هو لايق على التحديث، وكمان ديت لايقة جدا على التحديث. حطهم. اكتبوا لي ايه رأيكم، فعلا حلوين ولا انا بس اللي شايفة كده؟ اوكي، هنحط كومودينو، بس هنحطه من الناحية دي. وهنحط ايه تاني؟ هند. نحط أباجورة. نحط الأباجورة دي ولا نحط الأباجورة اللي هي دي؟ صح، أنا شايفة إن ديت أحلى، مش عارفة ليه. يمكن عشان زي ما بقولكم كده الأساس دوت لايق على التحديث. اكتبولي لو انتوا شايفين كده برضو. وهنحط كرسي دوت جميل جدا، طبعا باللون المفضل ليا.
هو اللون مدي شوية على أزرق بس في نفس الوقت موف. هنحط ترابيزة صغيرة، نحط ثواني نشوف لو في هنا ترابيزة صغيرة. اوكي خلاص مش مهم. نحط ايه تاني؟ نحط أرفف، لا نحط مراية الأول. نحط مراية عشان هنا هيكون التسريح. اوكي نحط ديت. اي حاجة موف انا بحبها. وايه تاني؟ نحط بقى الأرفف. جميلة جدا الأرفف دي. حط رفة كمان. تمام جدا. ونحط حاجة تانية ولا خلاص كده؟ نحط لوح ملصقات كده. نحط ده هنا، نحط دي، ونحط ايه تاني؟ بس كده. بسم الله. بس كده. كده تمام. كده خلصنا أول أوضة. ننزل بقى في الجزء اللي تحت دوت، شوف بقى هنعمل فيه. بفكر اعمل دي كمان اوضة، بفكر اعمل كده برضه. اوكي نعمل اوضة. مش شرط علشان انا هعمل تصميم للبيت دوت يبقى اعمل بالاساس بتاعه، يعني ممكن اعمل باي اساس تاني. ممكن نعمل بأي السيد دوت حلوة، هحطيها واحد تاني. اوكي هو حلو. حط برضه كومودينو. ونحط ايه تاني؟ نحط الرف ده، الرف اللي عليه الشماعات ده عشان نحط الهدوم. نحط تصريح أساسي. التصريح مش عارفة ليه أساسية بس هو كده. نحط دي، لا دي كبيرة اوي، لا. اوكي ممكن نحط اللي هي البينك ديت، كيوت جدا. تمام. نحط سجادة. نحط انا سجادة. نحط دي ماشي. نحط دي. تمام. وهنحط دي، نحطها هنا. تمام كده خلصنا تاني اوردر. وهو دوت بيت ل3 اشخاص، اللي ممكن مثلا اب وام وبنت، صح كده؟ صح. نبدأ بقى نعمل الحمام. بس بصراحة انا مش هستخدم الاساس بتاع الحمام الجديد لانه بصراحة انا شايفاه غريب جدا ومش حلو اوي، فهنحط اي اساس حمام تاني. نحط الدش ده هنا، وهنحط ارفف هنا. فكر احط بانيو. احط بانيو ولا لأ؟ احط ارفف دي هنا ولا ناحية تانية احسن؟ ايوه كده. احط واحد تاني.
نحط واحد تاني ولا كفاية؟ كفاية. لو احتجت احط تاني هحط تاني. اوكي هحط بني، قررت احط بني. نحط اني بني، حتى الابيض ده. تمام، وهنحط الحاجز الابيض دوت. وهنبدأ نحط التويلت. تمام، نشعله كده شوية. وهنحط الحوض، نحط الحوض دوت. بصراحة الحوض دوت بقالي كتير اوي مستخدمتهوش، فأنا شايفة ان هو لايق. هنحط رف، حط الرف الأبيض ده. وهنحط مراية، شوف اني مراية، حط بيداليات. تمام كده كويس. وهنحط غسالة. بصراحة الغسالة ديت غريبة جدا. أول ما شفت غسالة زي كده، بس أنا مش هحطها. نحط دي. نحط الغسالة ونشيف. ومش هحط اي اكسسوارات ولا اي حاجة دلوقتي الا لما اخلص اساس البيت. هو ده المنطق اللي انا همشي بيه. وهنبدأ نعمل بقى المطبخ. صراحة اساس المطبخ اللي حطيته توكابوكا صراحة جميل جدا، وانا حبيته جدا لانه برضه باللون الموف، فعجبني جدا جدا، واكيد هحطه. بصراحة يا ريت لو كان في حاجة كده في الحقيقة، يعني مطبخ باللون الموف محدش عملها قبل كده غير بس توكابوكا. يا ريت لو كانت موجودة في الحقيقة. اوكي، هنحط برضه رف. نحط دوت بقى، جميل جدا جدا. تمام، هنحط رف كده في الجنب. تمام كده خلصنا. هنحط ديت هنا، وهنحط تلفزيون. بس انا محتاجة احط تلفزيون هنا، ولا احطه هنا؟ حطه فين؟ اوكي هنا. تمام، وهنحط هنا رف. تمام، دلوقتي هنحط الكنبة. كنبة جميلة جدا، مش عارفين انا قد ايه فرحانة بالاساس الجميل ده، بجد اساس جميل جدا وانا حباه جدا. يمكن دوت اكتر تحديث انا حبيته قوي، يمكن مش عارفة. بس كل تحديث بتنزله توكابوكا كنت بحبه قوي، معرفش اني اساس حبيته اكتر. ف كل الاساس بتاع توكابوكا بصراحة جميل جدا.
وتوكا بوكا بقالها فترة بتدلعنا، يعني بقت بتحط حاجات جميلة جدا، بتحط حاجات تفرحنا. عقبال يا رب ما تعمل مصنع شخصيات جديدة أو مصنع ملابس. يا رب تعمل مصنع ملابس، لأنه بجد لو توكا بوكا عملت كده هيكون توكا بوكا في حتة تانية خالص. اوكي، دلوقتي بعد ما انتوا شايفتوا كده انا حطيت ترابيزة وحطيت الكرسيين دول، وهحط بقى انوار. صح، انا عندي فكرة كده هعملها. تمام، وهنيجي هنا، لا فين، او هنا نحط مرة انوار ومرة ديت، مرة انوار ومرة ديت. ثواني هعملها لكم وهوريكم الشكل النهائي. وتادا كده بقى الشكل النهائي. بصراحة كان شكل جميل جدا. وبفكر احط ديت، حطها هنا، شكلها جميل جدا. تمام، وطبعا لسه هحط انواع تانية، هحط ديت. تمام، شكلها حلو جدا. و ايه تاني، ايه ده، اوكي ممكن احط نار هنا. تمام كده كفاية. ونسيت احط هنا ترابيزة. اوكي نحط هنا ترابيزة. اوكي ممكن احط دي. تمام، احطها فين، هنا ولا هنا ولا هنا، مش عارفة. اوكي احطها هنا، احط الكراسي. تمام، وهنيجي لاخر مكان هنا بقى. انا ممكن اعمل مكتب للمذاكرة او للشغل كده يعني. تمام، بجد توكا بوكا عملت سبورة. سبورة جميلة جدا، حبيتها قوي. يا جماعة التحديث بتاع توكا بوكا خطير جدا جدا. وانا كان نفسي من زمان اصلا، جدا اصلا انه توكا بوكا تحط سبورة، واخيرا. بفكر كمان اعمل لكم تصميم لمدرسة، علشان طالما توكا بوكا حد ديت يبقى انا اقدر اعمل تصميم لمدرسة. استنوا الفيديو دوت هيكون بعد دوت ان شاء الله، وان شاء الله هيكون فيديو حلو. اوكي، بصراحة ما عجبنيش الكمبيوتر ده، كمبيوتر غريب محبتوش. اوكي هنحط الرف ده. تمام. ممكن احط كمبيوتر تاني. ايه بجد لو توكا بوكا تعمل كمبيوتر، تعمل تحديث تاني وتحط كمبيوتر تاني، هيكون شكله كده حلو بدل الغريب ده. بصراحة انا محبتوش، انتوا حبيتوه؟ نحط الرف ده.
حط رف تاني فين. تمام، نحط واحد تالت نحطه هنا. تمام، وحط ايه تاني؟ ممكن احط ترابيزة تانية واحط كمبيوتر للألعاب، عشان ده كمبيوتر للشغل، كمبيوتر بقى للألعاب انا عارفة انا هحط يعني كمبيوتر. حط الكمبيوتر اللي هو بتاع الترابيزة دي، الترابيزة دي هحط عليها الكمبيوتر بتاعها. مش عارفة ليه بس الكمبيوتر اللي انا هحطه ده مش بينفع ان انا احطه على اي ترابيزة تانية غير دي، مش عارفة ليه. اكتبولي تحت في التعليقات انتوا تعرفوا ليه ولا لأ، لو عارفين اكتبولي قولولي ايه السبب اوكي، نحط ايه تاني؟ مش عارفة بصراحة هنا ولا هنا؟ تمام، و هحط ايه تاني؟ اوكي هحط اي حاجة. ممكن اشوف الكنبة دي. اوكي الكنبة دي كويسة. هحط ترابيزة. تمام، وهحط انوار. لا هحط ثواني، هحط الزرع دي ولا فين؟ تمام، حطيت الزرع هنا. نحط الانوار برضو. حط النور ده. بس كده. ده كان اخر حاجة صممتها، وهنصمم اخر حاجة بقى اللي هي البلكونة. خدت الكرسي ده او البين بانك، صح؟ مش اسمه كده تقريبا، اسمه كده. ايه ده؟ وحط الترابيزة دي. تمام كده. كده الشكل الأخير، كده الشكل النهائي بتاع البيت. بصراحة بيت جميل جدا. وهستنى الجزء التاني من التصميم البيت دوت، علشان لما احط الاكسسوارات هيكون فيديو لوحده، هيكون فيديو طويل انا عارفة دوت. فاستنى الجزء التاني لما تشوفوا هحط اكسسوارات ايه بقى كده يعني. ان شاء الله تحبوا التصميم، واكتبوا لي ايه رأيكم فيه، ولو في حاجة ممكن اغيرها او في حاجة مش عاجباكوا كده يعني اكتبوا لي، وان شاء الله يكون التصميم اصلا عجبكم. وبتمنى يكون الفيديو دوت حبيتوه، بس ده كان فيديو النهاردة يا ملايك الحلوين، يا رب يكون عجبكم. متنسوش لو عجبكم تحطوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزل. وبس باي، بحبكم قوي.